السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في ركن بودكاست أنثوي في عالم مليء بالإيجابية، بالحب، بالتفاؤل، بالطاقات المرتفعة، الطاقات اللي كلها سعادة. اليوم حبيبتي غادي نهضر على موضوع بزاف شباب وراني جد متحمسة أني نهضر فيه، علاه كيفاش نستثمر في نفسي، لأنه هو أكثر مشروع تقدر ديريه في حياتك ينجح لك ويكون مردوده بزاف كبير عليك وعلى حياتك. حاجة جامي تندمي انه درتي الخطوة فيها، حاجة تردك فرحانة، تزيدلك في المناعة تاعك، لانه غادي تقوي لك الصحة النفسية تاعك. كي نقولوا الصحة النفسية إتقالة المناعة إتقالة صحة جسدية. حبيبتي ان شاء الله نلقى دعمك في هذا الفيديو، لانه راني فرحانة انه غادي نقدمه اصلا، وهادشي يشجعني ويدعمني انه نقدم اكثر من ذلك. كيفاش نستثمر في نفسي؟ اول حاجة معناها الاستثمار في النفس. الاستثمار في النفس هو انه نغوص في اعمق نقطة فيا، انه نكتشف نفسي، انه نلهب حياتي وبنفسي وبذاتي ونركز على نفسي ونكتشف نسخة من نفسي انا جامي كنت نتوقع غادي تكون في يوم من الايام. نشوف نفسي انا، نصدم من نفسي، انا نقول هذه انا، تسقسي روحك كيما هكا لهاد الدرجة. كيفاش نبدأ هاد الرحلة الجميلة جدا في حياتي، وكيفاش نبدأ نستثمر في ذاتي؟ أكتر حاجة ما غاديش نندم عليها، أول حاجة نخرج من دائرة الراحة نتاعي. ما معنى دائرة الراحة؟ أي إنسان في الدنيا عنده دائرة الراحة. دائرة الراحة هي الأشياء اللي تكون يديرهم كل يوم، ولو لك عبارة عن روتين اللي كيما ديرهم تحسي روحك مالالاز، وكتكوني محمية بهم تحسي روحك علاز. مثلا كل يوم تتصفحي في الهاتف، تشوفي حياة الناس، قادر تهضري على الناس، قادر كل واحد وش عنده يدير كل يوم ويحس روحه مرتاح كي يديرهم، وكيما يديرهمش يحس روحه نورمال وهكا. باش تخرجي من هاد دائرة الراحة تاعك انه تكتشفي صوالح جدد جامي درتيهم من قبل في حدود الله، بيان سور مش نقولكم ديروا الحرام بحجة انه نكتشف نفسي نخرج من دائرة الراحة، الا في حدود الله الشرعية. تكتشفي بلوتو نفسك انه تجربي صوالح جدد. مثلا نعطيك ابسط مثال، انتي تبغي طيبي الحلو بزاف، حلويات، تبدلي تكتشفي روحك في المالح، سي هكا جربي بلامن وشوفي. مثلا انتي طبق معين ما تبغيش الروز، مثلا انا هذه كتفيا ما نبغيش الارز، لان انا كنت دائما ناكله بنفس الطريقه، سيت طبخته بالطبق بطرق مختلفة وليت نبغيه. يعني الكره ما راهش في الأرز بحد ذاته، الكره راه في الطريقة اللي أنا ما كتعجبتني، ماشي مليح هذيك الطريقة اللي نطبخ بها معينة أنا ما تعجبنيش فقط. نفس الشيء نطبق على حياتك، على بزاف امور. يعني ما تظلميش الحاجه، قادر انت ديك مثلا تقولي انا ما نبغيش المالح، لاخاطر انت مثلا الاطباق اللي جربتيهم فشلتي فيهم اول مره، جربيهم مره اخرى او جربي اطباق اخرى، قادر تلقاي روحك تبغي هذا الشيء. جربي ترسمي، جربي هوايه تكتشفي نفسك. مثلا المكياج البنات، كي مسافر تقولك انا ما نعرفش نماكي، انا ما نعرفش نخدم الشعر، انا ما نعرفش نقص الشعر، جربي حطي هكا لي فيديو تاع تعليميه للمكياج، وكل يوم بقيت تفرجي، شري هكا لي برودوي تاعك وحطي المرايه قدامك وبقيت نهار مور نهار تلقاي روحك وليتي طاري في المكياج بلا ما تحسي. قادر اصلا تلقاي بلي هذيك هي الهوايه تاعك وانتي تما اكتشفتيها، اكتشفتي حاجه جامي في حياتك، تقولي انا نولي مثلا قادر تمشي كاع لبعيد، دير دي بلان، تحلي تلقى عندك صالون تاعك بزاف الناس يعني بداو كيما هكا، بداو الاحلام تاعهم وصلوا بعيد. جات غير شغل بالضحكه بالزعاقه، بواحد قال له قال سي هكا حاجه ما مدارش يديرها، او حاجه مثلا كانت عنده عليها فكره سيئه، كي جربها لقى روحه يبغيها ويموت عليها، وهذيك هي بالك تولي مصدر رزقه في الحياه. نبي نقول لكم سيو صوالح جدد جامي جربتوهم. عطيتكم مثال بالطبخ، عطيتكم مثال بالمكياج، لانه انا هاد الصوالح طبقتهم في حياتي وصح لقيت فرق كبير، وانا اكتشفت نفسي ونخلعت من نفسي واش يقدر يخرج مني، خاصه من المكياج. انا ما كنتش، انا مثلا كنت نحس انه المكياج ما يجيش عليا بزاف الا مكياج معين. الخلل كان انه
انا ما كنتش نعرف نديرها بالطريقه الصحيحه. هذا ما كان نهار بديت نتعلم وحطيت راسي فيه، لقيت روحي نخرج بزاف شابه بالمكياج، وبلي يخرج عليا بزاف طبعات تاع مكياج انا اللي ما كنتش نعرف نستعمله، ماشي هو اللي ماشي شباب. فهمتوا؟ نفس الشيء طبقوا على بزاف صوالح، تتعلموا هكا، تعلموا صوالح جدد، لغات، اي حاجه، اكتشفي نفسك. تاني حاجه هي الاهتمام بالنفس. البنات هنا بحر بحر بحر. هنا تشوفي هاد الخطوة تقلب لك حياتك 360 درجة كما أنا دارت لي. كي تبدي تهتمي بنفسك بطريقة ماشي سطحية، بالعكس بطريقة عميقة، يا إلهي التطور اللي صار في حياتك، الراحة اللي تحسيها، الحب اللي طلع عليك من نفسك على نفسك لا يوصف. تولي انتي تخافي على نفسك، انتي شغل تخافي انه تحطي نفسك في بلاصه تتأدى فيها، تولي زوج شغل زوج تاع الاشخاص في شخص واحد. شي داك الانسان تاع اللي يخاف عليك وما يبغيش حاجه تضرك وكذا، تبقى كيما تبقاي مثلا كي تمشي ديك بلاصه تضربي الحساب، مثلا هادوك هانوك ما قعدش هنا، نو خاصك تبغي نفسك وتعزي نفسك وتبغيها غير في البلاصه العزيزه، غير في البلاصه المليحه، غير في البلاصه اللي تتقيم فيها. كيما هكذا تولي تخمي بلا ما تحسي، لا اراديا عقلك يتبرمج وحده. انا وحدي نبغي نهتم بنفسي زعما بلا والو. المهم حبيباتي، اهتمام بالنفس كيفاش يكون؟ غادي نفهمك. انه تقبضي مرايه قدامك وورقه وستيلو، يلا نشوف شعري نكتب مثلا كاع لي بروبليم اللي في جسمك حطيه، مثلا شعرك متقصف وجاك فيه الحب لي بوين نوار، جسمك مثلا انتي نحيفه بزاف، بشرط انتي ما عجبتكش هذيك الحاجه، مثلا سمينه بزاف، ما لاباش انايا الطاي تاعك مديفورمي اكسيتيرا، هكا تفاصيل فيك. مثلا عندك القدام ديما حورش، جسمك ناشف بزاف، لابو تاعك تقشر بزاف ولا دهنيه بزاف ولا تكتبيهم في ورقه. الخطوه الثانيه تتقبليهم وتسيي تفهمي التحليل العلمي تاعهم. هذاك الحاب باش ما تعيفيش روحك، هذه الفكره اللي باغي نوصلها، انه ما نعيفوش نفسنا، نبغيو نفسنا. هذاك الحب تبحتي علاش جا لاخاطش سوا سبب هرموني، سوا طبيعه الاكل تاعي ماشي صحيه، ناكل بزاف الدهون على بها اوتوماتيك يخرج لي الحب. فهنا نتقبل نفسي، ما غاديش نكرهها، يعني هو عامل بيولوجي. انا درت A بلس B عطاتني C، هذه هي. يعني كون درت عمليه مسكده غادي تعطيني نتيجه مسكده. انا مش ناكل صحي من بعد نجي نقول انا علاش كذا، انا مثلا ما ناكلش سعرات حراريه بزاف نقول انا علاش مثلا رقيقه كاع لهاد الدرجه ولا. فهمتوني؟ هذه هي الفكره اللي بغيت نقولها لكم. او بلس تسي تلقاي حلول لهذوك، يعني دوك مشاكل كاع تعطيهم تفسير علمي، مثلا شعر متقصف بسبب كذا 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 كذا، باش ما تبقايش تقولي انا كره نفسي وانا ما عنديش الزهره وانا ربي خلقني ماشي شابه وانا نو. يقدر ديري مجهود على نفسك وتلهي بحياتك وتنساي الناس، تنساي كل واحد يكون جينا، كل واحد يركز على نفسه. كلنا بزاف كاع شابين وكاع متطورين وكاع حياتنا الفوق في السما نطيروا. سمعوني، تلقاي حلول لنفسك. شعر متقصف كل نبقى ندير مثلا مره روتين، مره كل اسبوع ندير ماسك، ما عنديش دراهم ندير ماسك في الدار طبيعي نورمال، تشري 10,000 هكا مثلا بذور الكتان ولا ديري ماسك في شعرك ناتورال طبيعي، ما يكلفك ما يزيدك. ندير ان سكين كير لوجهي، عندي دراهم نشري دي برودوي، قدرت نمشي للطبيب احسن واحسن. كاين حلول طبيعيه، كاين حلول طبيعيه. مثلا انا رقيقه بزاف بغيت نسمان، نمشي نحوس التحليل العلمي للموضوع ونسمان. سمينه بزاف ندير سبور والتحليل العلمي للموضوع ونسي نرقع اكسيتيرا. باغي نوصل طاي معينه والى غير ذلك. عجبتك لا طاي تاعك هذيك، مالغري الناس قالوا لك مثلا زيدي، ما تزيديش، ما تكوني شخصيه. انا نبغي نفسي هنا نبغي ما نزيدش. ما اللي قالوا لي انت كاين اللي هي تبغي روحها. انا مثلا ما نبغيش سمونيه بزاف، انا واحده من الناس سمونيه بزاف ما تعجبنيش، انا ما نبغيش روحي نكون سمينه بزاف اصلا. كون نسمن بزاف انا نبقى ندير ريجيم، شغل ما يهمنيش الراي تاع هذاك ولا نو. انا ما نبغيش هاد الحاجه، يعني انا ما نكونش مرتاحه في نفسي كي نكون كيما هاك. فوالا، يعني ما تسيش تكوني كيما الناس يبغيو يرسموك، كوني كيما انتي باغيه تكوني. على بالي قلت لك الا تقبلي هذوك العيوب وتسي تطوري العيب اللي انتي بغيتي تطوريه لاخاطش انتي باغيه تطوريه، ماشي لاخاطش الناس تقولك بلي انتي تكوني شابه تكوني. فوالا، يعني مثلا شعرك ماشي يرطب، انتي تمشي ديري مثلا دي سوان كابيلار، مثلا ديري بروتين ولا حاجه لاخاطش انتي باغيه شعرك يكون كيما هكا، ماشي لاخاطر الناس قالوا لك خص شعرك يكون. فوالا،
فهمتوني؟ هكا اللي تكوني متصالحه مع نفسك. انا مثلا طبيعه شعري ماشي ناعمه، اوكي، كي نبغي شعري يكون رطب نرطبه، كي نبغي شعري يكون في الطبيعه نتاعه يعني مموج نخليه مموج، بالعكس يعجبني وشريت له لي برودوي باش يكون مموج بطريقه يعني صحيه ونطلقه ويعجبني وكلش. يعني ديري الحاجه اللي انتي ترضيك باش تكوني انتي راضيه على نفسك ماشي الناس راضين على نفسك. وكي تبقاي لاهيه بنفسك صدقيني القائمه غادي تكون طويله، ما غاديش تلقاي الوقت اصلا للناس، واوتوماتيك تبقاي تبغي نفسك بلا ما تحسي، والنتيجه غادي تشوفيها مع الوقت. تبقاي مثلا شعرك تشوفيه شباب، علاش درتي روتين، لهيتي بشعرك، بحثتي على شعرك، فهمتي شعرك، فهمتي جسمك غاية شي يحتاج ما يحتاج، بديتي تاكلي مثلا اكل صحي، بقيتي تمشطي شعرك كل يوم، ديري مثلا زيوت لشعرك كل يوم، شعرك مثلا طوال، شعرك تعالج، شعرك كذا ولا شعرك شباب، انتي اوتوماتيكي تشوفي روحك في المرايه تفرحي، تبقاي تحسي روحك شابه، تبقاي فرحانه مع روحك، هي تبقاي تطلي روحك بشوي بشوي تصنعي نسخه من نفسك جميله جدا. هذا هو الاستثمار في النفس اللي نقصده. وثاني حاجه هي التعلم الفكري. التعلم الفكري معناتها تسمعي دي بودكاست مثلا، بتلي وقتك هذاك الوقت اللي انت تضيع تسمعي الغناء ولا تسمعي لي فيديو تافهين وتضلي غير تحكي على حياة الناس واكسترا، انه الهي بنفسك. مثلا كي تكوني ديري مثلا كي ديري النقطه كاع الاولى كي تسيي المكياج، خلي بودكاست يتمشى، بودكاست معين، هيا ديري اشتراك القناه تاعي ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم دي بودكاست هكذا متنوعين، بودكاست انثوي، بودكاست مع بيشنا على حاجه معينه، على الحياه الزوجيه، على مثلا الاستقرار الذاتي، مواضيع نفسيه. يعني هنا غادي تقومي بعمليه غربله للافكار، تدخلي افكار جديده للاوعي نتاعك، عقلك يتنقى يتطهر من الافكار السامه الافكار التافهه، تولي انسانه واعيه مثقفه، وهذا الشيء يولي لك على حياتك، تولي تعرفي تصرفي في حياتك، ولي عندك منظور فكري بزاف شباب، منظور فكري مختلف، منظور فكري واعي. وهذا اكثر استثمار تاني الشباب تقدري ديريه في حياتك، تخدمي على عقلك على راسك. العقل ماشي غير قرايه وعلوم، هو حتى افكار تخليهم لعقلك وراسك، وتولي عندك شخصيه شابه، يولي عندك تخمام واعي، تخمام صحيح. تقي تعرفي مثلا الاشخاص اللي تخليهم لحياتك، الاشخاص وين تحطي روحك، وين بلاصتك، تعرفي قيمتك، تعرفي ذاتك، تعرفي صلاحك، تعرفي بزاف امور شابه على نفسك. ان شاء الله الفيديو كان فاتكم ولا بشويه، ان شاء الله تطبقوا واش فيه، لان صدقوني لو تطبقوا غادي تلقاو مفعول سحري في حياتكم، ان شاء الله كتخفيف عليكم وظريفه على قلوبكم. نتمنى تشتركوا بالقناه وتدعموني، واهلا وسهلا بكم في بودكاستاتنا الانثويه.